أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات العناية بالشعر وبالبشرة. في كل فيديو بنزله يخص الشعر أو البشرة بتكتبولي كومنتات، ومن الكومنتات دي برد عليكم بعدها بفيديو تاني. وفي الفيديو ده هرد عليكم بخصوص حمام الكريم الخاص بالشعر. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات، وتعملوا لايك للفيديو. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هتكلمكم عن حمام كريم فيتيكا. كتبتولي في التعليقات ايه افضل حمام كريم دلوقتي موجود سواء ان احنا نستخدمه للشعر، نجيبه من الصيدلية او نجيبه من اي محل موجود فيه مستحضرات للعناية. انا جبت لكم الفيديو ده اتكلم فيه عن حمام كريم فاتيكا، لان برضو من ضمن الكومنتات اللي جاتلي ان انا اتكلم عن حمام كريم يكون سعره كويس، ما بقاش سعره غالي اوفر زي بقية اسعار حمام الكريم، وفي نفس الوقت حجمه كويس، وفي نفس الوقت كمان بيدينا مفعول كويس. النهاردة في الفيديو ده انا هتكلم عن حمام كريم فاتيكا اللي هو بالعسل والخروع. انا جربت كل الانواع بتاعت حمام كريم فاتيكا، افضل نوع فيهم اللي هو بالعسل والخروع. بقية الانواع كلها مفعولها يا اما مش احسن حاجة يا اما وسط، لكن احسن نوع فيهم وبيدي نتيجة ممتازة اللي بالعسل وبالخروع. بيطري الشعر جدا وبيخليه ناعم وبيحتفظ بالنعومة والطراوة بعدها لفترة طويلة، عكس الباقيين كلهم. الباقيين ممكن يقعدوا ساعات، وفي فيهم مش بيجيب مفعول خالص. وهنا بتكلم طبعا عن مجموعة حمام كريم فاتيكا، مش عن اي كريم تاني. زي ما قلت لكم انا هتكلم في حدود فئة سعرية معينة وايه احسن حاجة فيها، وممكن اكون جربت حاجات كمان اعلى من حمام كريم فاتيكا في السعر، لكن حمام كريم فاتيكا بالعسل والخروع احسن منه بكتير. ده الحجم الكبير وفي منه الحجم الأصغر. الحجم الكبير اللي معانا في الفيديو ده تمنه 45 جنيه، وفي صيدلات بتبيعه ب50، بس هو تمنه الأساسي 45 جنيه. والعلبة الأصغر في أماكن ب22 وأماكن ب23 جنيه في الوقت اللي أنا منزله لكم فيه الفيديو. وطبعا ده كده فئة سعرية كويسة جدا ونتيجتها ممتازة. العبوة اللي أنا مطلعها لكم في الفيديو دي ممكن تقعد معاكم 3 شهور. فكرة ان هي بالسعر ده وتقعد معاكم 3 شهور وبنتيجة ممتازة فهي كويسة جدا. بس لو استخدمته زي ما انا قلت لكم النوع ده اللي هو بالعسل وبالخروع. طيب بنستخدمه ازاي؟ بعد ما بنغسل شعرنا كويس بالشامبو، بعد ما بنغسله بالشامبو لازم نغسله كويس بالمية وننزل كل الشامبو اللي كان فيه. وبعد كده بناخد كمية كويسة من حمام كريم فاتيكا، والنوع اللي انا بقول لكم عليه بالعسل وبالخروع عشان يجيب نتيجة، عشان ما ترجعوش تقولوا اللي انا قلته ما جابش نتيجة كويسة. هو ده النوع اللي بيدي نتيجة ممتازة. هتاخدوا منه كمية كويسة، الكمية دي هتاخدوها وتاخدوا 3/4 الشعر، هتسيبوا ربع الشعر من عند أرضية الشعر من فوق أو من عند الجذور او من عند فروة الراس. ما بيلمس فروة الراس خالص. لو لمس فروة الراس، على فكرة اي حمام كريم لو لمس فروة الراس بيوقع الشعر وبيعمل تساقط، حتى لو قعد فترة صغيرة. يعني حتى لو بتسيبوه على شعركم دقيقتين 3 هو بيوقع الشعر على طول. لو ممكن كمان في ناس اللي عندها حساسية او بيجيلها قشرة على طول بيعمل لهم حساسية او التهابات او بيعمل لهم قشرة حتى لو قعد مدة بسيطة. فاحنا بنسيب ربع الشعر من فوق ونجيب 3/4 الشعر من تحت، ونبتدي بقى نحط عليه، نوزع عليه كمية الكريم او حمام الكريم اللي معانا، هنوزعها علينا وبصوابعنا كده هندخل ايدينا في شعرنا. وبلاش تسريح الشعر قبل ما نحط حمام الكريم لان الشعر بيبقى لسه مغسول ومبلول، وهنا برضو الشعر بيقع وبيطلع من جذوره بسهولة جدا وبيحصل تساقط. فاحنا بس بصوابعنا كده هنحاول ان احنا نوزع حمام الكريم كويس جدا في كل حتة في الشعر، وهنسيبه على شعرنا من 5 دقايق ل10 دقايق، مش أزيد من كده ومش أقل من 5 دقايق، عشان يدينا النتيجة المقبولة والنتيجة اللي احنا عايزينها. بعدها بنغسل شعرنا كويس جدا وننزل حمام الكريم من الشعر. والنوع ده زي ما انا قلت لكم اللي بالعسل وبالخروع بيسيب الشعر ممكن من يومين ل3. يعني لو بتغسلوا شعركم كل 3 ايام او مرتين في الاسبوع، هو بيسيبه يومين 3 الشعر طري والشعر كويس جدا ومحتفظ بالطراوة بتاعته. عكس بقية انواع كتير ممكن نغسل الشعر ما نستفادش من حمام الكريم غير ساعة ساعتين بعد ما نغسل شعرنا وخلاص كده مفعوله يروح. وباقي الانواع من حمام كريم فاتيكا زي ما قلت لكم
هي باقي الانواع كلها ممكن نفس اليوم اللي غسلتوا فيه شعركم بتحتفظ بالطراوة، لكن مش مدة طويلة. انا مخصوص عملت لكم الفيديو ده بنفس النوع ده لان ده افضل نوع في فاتيكا، وانتوا طلبتوا اللي هو افضل فئة سعرية وافضل حاجة بتدي طراوة لمدة اطول ويكون حجمه كبير، وفي نفس الوقت اختار نوع محدد. فعشان كده اخترت لكم كمان من نوع فاتيكا افضل نوع محدد اللي هو بالعسل وبالخروع. فده بالنسبة لي أفضل نوع ممكن تستخدموه. استخدمت أنواع كتير ممكن تكون أغلى منه، هقولها لكم الفيديو الجاي. ما انصحكمش خالص ان انتوا تجيبوها، هتدفعوا فيها فلوس على الفاضي رغم ان هي مشهورة جدا. وفي أنواع تانية كانت كويسة، وفي أنواع بلسم برضو بتدي نتيجة أفضل من كده بكتير، وبتدي طعم للشعر. هقول لكم عليها برضو الفيديوهات الجاية، بس حبيت ان انا اخصص الفيديو ده لحمام كريم واحد ونوع واحد ومحدداه زي بالظبط ما كتبتولي في التعليقات. تقدروا كمان لو انتوا حابين تستعملوا اكتر من نوع او تغيروا الانواع، ما تجيبوش العبوة الكبيرة، تجيبوا العبوة الصغيرة اللي هي ب22 او ب23 جنيه، تجيبوا منها وتجربوا افضل نوع على شعركم. واكتر نوع انتوا هتحبوه على شعركم هو اللي بعد كده تجيبوا منه العبوة الكبيرة، وهي بتكون اوفر واكبر، وهي بقى اللي تستخدموها. لكن لو انتوا شعركم من النوع اللي هو جاف جدا او بينشف بسرعة بعد ما تاخدوا شاور ومش بيترطب بسهولة، فهو النوع ده اكتر نوع ممكن يكون كويس مع شعركم واكتر نوع هيرطب. عكس الانواع التانية، الانواع التانية عايزة يكون الشعر طري وناعم يبقى مفعولها كويس، لكن النوع ده هو مع الشعر اللي عايز زيادة ان هو يكون ناعم او طري. افضل استفادة هو النوع ده. يا رب كمان ان انا اكون فدتكم، وهستنى رأيكم كمان في التعليقات. اللي استخدموه ايه رأيهم فيه، واللي لسه هيستخدموه او جربوه بعد الفيديو ده يرجعوا على الفيديو تاني ويقولوا لي رأيهم فيه. وفي الفيديو الجاي هقول لكم ايه افضل صابونة للبشرة فئة سعرية وبتجيب نتيجة كويسة، بتنعم وبترطب وبتفتح وبتشيل كمان حبوب البشرة. انكم طلبتوا الفيديو ده كمان مني هنزله لكم ان شاء الله الفيديو الجاي. وفي فيديوهات كتير على القناة تخص البشرة والشعر، غير فيديوهات تانية كتير، خروجات وفلوجات في اسكندرية. اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديوهات دي كلها، واتمنى ان هي تعجبكم. وطبعا انا بعرف رأيكم من الفيديوهات من لايكاتكم على الفيديو والتعليقات، واتمنى ان هي كلها تكون تعجبكم. ولو لسه ما عملتوش اشتراك ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو انا بنزله. واتمنى الفيديو يكون استفدتوا منه والفيديو يكون عجبكم ووصلتوا لكل اللي انتوا حابين سألتوني عليه في الفيديو اللي فات. واشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامة.